يجون يرقصون مع فوز الحالة من فوز من حليتها تمسك طريقتها. أثارت مشهورة سناب شات فوز العتيبي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم خلال مشاركتها بحفل صاخب وقيامها بالرقص بإيحاءات جنسية شاذة. الله يلحني يا الله وش الحنية. وظهرت فوز العتيبي عبر حسابها على سناب شات وهي ترقص برفقة فتيات أخريات بطريقة أثارت غضب السعوديين لما تضمنته من حركات مخلة دون خجل أو خشية من العقاب. وبحسب الفيديو فقد ظهرت فوز العتيبي وهي تلامس مناطق حساسة في جسدها مع فخذ فتاة أخرى كانت ترقص معها. كما وظهرت فوز العتيبي برفقة صديقتها وهن يقمن باحتضان بعضهم البعض ويقمن بتقبيل بعضهن قبلات حميمة، وهي قبلة تشتهر بها مثليات الجنس. وفي موقع آخر من الفيديو ظهرت فوز العتيبي وهي ترقص مع صديقتها لتقوم بملامسة صدر صديقتها، في حين قامت الأخرى بوضع يدها على مؤخرة العتيبي بما يمثل تعبيرات وإيحاءات جنسية فاضحة. أثار هذا الفيديو موجة غضب واستياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغردون بضرورة معاقبتها على ما فعلته من ترويج للشذوذ. قال أحد المغردين مستنكرا وغير مصدق لما يحدث في السعودية: صحوني من ذا الحلم تكفون. وعلقت مغردة أخرى: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، حسبي الله وكفى. وقال المغرد الحربي معبرا عن غضبه من حالة الانحلال التي أصبحت تنتشر في السعودية: الوضع كله صاير كذا للأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي وصلنا لهذه الحال. وأشار البعض إلى أن من يقوم بتصويرها هو زوجها أحمد الموسى، معبرين عن تعجبهم كيف يقوم بتصوير زوجته في هذه الأوضاع. هو انت جيت منين؟ حبيتك بالثلاثة صار انا بتاع يومين عايزك. وأضاف المعارض السعودي حمود أبو مسمار مستنكرا ما يجري على أرض الحرمين قائلا: إن رجال الأمن منها، ولا التعليمات صدرت بعد اعتراضهن وتأمين لهن حفلات ماجنة في قلب الرياض بهدف الإساءة إلى قبائل الجزيرة العربية، بالأمس قحطان واليوم عتيبة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى غضب السعوديين، فقد سبق وأن نشرت عام 2021 مقطع فيديو وثقت فيه احتفالها بتوثيق حسابها على سناب شات، ظهرت فيه وهي عارية في حوض الاستحمام بصحبة زوجها. كما ظهرت فوز العتيبي في بداية الفيديو وهي ترقص أمام زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول معلقة على نخب توثيق حسابه.